الدخلة زغرط يا بنات يا بنات الحلة. الشعرية دي مهمة جدا عند أهل النوبة، لأن يوم الصباحية لازم من الفطار الأساسي بتاعهم يطلع طبق الشعرية، والكل لازم ياكل منه، أو بعد ولازم العريس والعروسة ياكلوا من طبق الشعرية اللي معمول، وأهل القرية. بيبقى الفطار هناك اسمه فطار الصباحية أو فطار ليلة الصبح لكل الناس اللي سهرانة في الفرح، لأن الفرح طبعا بيستمر لغاية 7 و8 الصبح، فكل الناس بتبقى موجوده وما حدش بيروح. بتطلع اول حاجه طبعا الشاي باللبن، ده اهم حاجه عند النوبه. وبتبقى ام العروسه خبزه بعيد عن بسكوت العروسه وبسكوت العريس، لان احنا عندنا برضو من عاداتنا بنعمل كراتين لام العروسه، بتعملها هديه لام العريس واخواته. كل واحد بيبقى له كرتونه مخصصه بيبقى فيها بسكوت وكحك وبيتيفور وفايش، وحتى وقتنا هذا الموضوع ده مستمر. وبرضو الشعريه، وبعديها بتبقى خبزه كميات بسكوت كتير جدا للي هيبقوا هيفطروا معانا الصبح. وبعد انتهاء الفرح والعروس والعريس والعروسه والعريس يتفضلوا يروحوا، بيبقوا المعازيم موجودين، وتبتدي من 5 الصبح يبتدي الكانون للمره اللي ما هو ما بيقفلش خالص شغال، وبيبقى بيطلع شاي بلبن ومعاه اطباق البسكوت. ومجرد ما بننتهي من الشاي باللبن تبتدي تطلع في المطبخ ناس تانية شغالة بتجهز الشعرية. الشعرية دي طبعا في ناس بقى بتعملها بتحمص حبة حلبة، ودي الحاجات دي بتتعمل في النوبة من أكلاتها. بتحمص الحلبة شوية وتبتدي تقلب، تحط فيها مية وتحط سنة ملح وسنة كربوناتو، وتحط الشعرية اللي دي جاهزة تسلقها وتطلعها بميتها شوية، بتبقى شربت ميتها، وتبتدي تحطها في أطباق غويطة شوية وترش عليها سكر وتحط عليها سمنة، وتبتدي تتوزع دي كلها في الاطباق، بجانب طبعا اطباق الكبده. وده برضو لازم تطلع اطباق الكبده دي الصبح يوم الحنه ويوم الفرح. وطبعا بجانب بقى الجبنه والمربى والطعميه والفول، الاكلات العاديه. وطبعا العيش الشمسي او العيش البلدي، وعيش الشدي اللي هو عندنا انواع، وعيش الكابد. دي عباره عن العيش النوبي، وتستمر لغايه كده. هو بيبقى الحاجات دي مستمره معانا لغايه ليله السبوع. وبكرة الدخلة الليل الحنة، وبكرة الدخلة زغرط يا بنات يا بنات يا بنات زغرط يا بنات يا بنات يا بنات زغرط يا بنات يا بنات يا بنات زغرط يا بنات. ويوصل لليله السبوع، ليه هو العروسه خلال ال7 ايام ما بتخرجش من البيت وما حدش بيشوفها، ولازم في حاجه اسمها يعدي عليها القمر او الهلال. ودي معتقدات عند اهل النوبه، ان القمر لو العروسه خرجت قبلها ممكن حد يشهرها، ما ينفعش تخرج، لازم الهلال يعدي عليها. ويوم ما يعدي عليها الهلال لازم برضو يرجعوا ياخدوها في النيل وتغسل وشها. لكن دلوقتي مع اختلاف الزمن صعوبة ان الناس توصل للنيل، لكن مازالوا الناس محافظين على كده. بتروح ام العروسة او اختها في اليوم السابع للعروسة ويجيبوا مية ويطلعوها البلكونة تشوف الهلال وتغسل وشها وتدعي. وتبتدي يوم السبوع ده برضو بيبقى له مراسم خاصة. بيتعمل عندنا عيش الكابد بالزبادي او باللبن، دي في اليوم السابع للعروسة، بجانب الحمام بقى اللي بيتعمل ويتوزع على أهل القرية. وبتبتدي هنا من الابتداء من الظهر أم العروسة بتشتغل، أو مطابخ النوبيين والجيران والحبايب والأصحاب يبتدوا يخبزوا العيش الشدي. والعيش الشدي ده عبارة عن دقيق وخميرة بيرة وسنة كربوناتو، بيتعمل بطريقة ويضرب كويس وتحط له مية دافية، ويسمى الجراية عيش الجراية. بيبقى عبارة عن عيش خفيف جدا بيعملوا منه كميات، وتبتدي يجهزوه برضو في نفس السيرفيس. أطباق كتير بتخرج، في ناس بتاكله باللبن وفي ناس تاكله بالزبادي، وتبتدي تخرج كل الموجودين في السبوع لازم ياكلوا من الأطباق دي. وتبتدي العروسة تخرج من البيت
ويبتدوا ليها يدعوا لها ادعيه معينه، وهي لازم تبقى الناس اللي قاعده وهي اللي طالعه عليهم. بيقول لك دي من معتقداتهم عشان ما تتشهرش، هي اللي تبقى خارجه عليهم. وتخرج العروسه ويبتدي المباركات تشتغل، ويبتدي يقضوا برضو بتتم الليله برضو بالاغاني والرقص لغايه الفجر.